بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. النهاردة إن شاء الله درسنا بعنوان الخريطة في حياتنا. الخريطة في حياتنا، طبعا كلنا عارفين إن الخريطة شيء مهم جدا في حياتنا. والخريطة هي تعريفها هي تمثيل للظواهر الطبيعية أو البشرية أو كليهما على سطح الأرض أو جزء منه. يبقى تاني، الخريطة هي تمثيل هندسي للظواهر على سطح الأرض أو جزء منه على سطح مستوي بمقياس رسم معين ورموز وألوان معينة. دي تعريف الخريطة. الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله هنتعرف على أهمية الخريطة وأسباب الخريطة وتصنيف الخرائط. بعد ما عرفنا مفهوم الخريطة، عايزين نعرف مع بعض أهمية الخريطة. الخريطة أهميات: رقم 1، تعد الخريطة لغة مختصرة وتنقل معلومات كثيرة وبشكل واضح. 2، تعد مصدرا للمعلومات مما يساعد على حل كثير من المشكلات وتفسير عديد من الظواهر. 3، تساعد على فهم عديد من العلاقات المكانية وتوضيح أوجه التشابه واختلاف بين الظواهر الجغرافية. كما أن الخريطة تساعد الطلاب أثناء الدراسة على فهم المعرفة الجغرافية. طيب، بما ان احنا هنتكلم عن الخرائط، فلا بد ان احنا نتعرف على اساسيات الخريطة وكيفية قراءة الخريطة. لو بصينا على الخريطة اللي قدامنا، هنلاقي ان الخريطة اول حاجة لازم نتعرف عليها لما نبص على الخريطة هي عنوان الخريطة. عنوان الخريطة هو اول شيء يجب قراءته في الخريطة، لانه يدل على ما تتضمنه من معلومات عن مكان الخريطة وموضوعها. طيب، معانا العنوان، بعد كده يبقى لازم يكون في مفتاح. فالمفتاح هو دليل يضم المصطلحات والرموز التي تمثل جميع الظواهر الجغرافية المرسومة على الخريطة. وتختلف الرموز المستخدمة حسب نوع الظواهر التي تمثلها. قد تكون رموز خطية أو مساحية ملونة أو مظلمة أو رموز نقطية أو رسم هندسي أو تصويري إلى غيره، زي ما انتم شايفين قدامكم في الرسم. نيجي بعد كده على حاجة اسمها مقياس الرسم. ايه هو مقياس الرسم؟ مقياس الرسم هو النسبة بين الأبعاد الخطية على الخريطة وما تمثله هذه الأبعاد على الطبيعة. ومقياس رسم الخريطة هو المسافة على الخريطة على المسافة على الطبيعة. يعني مثلا مثال، لو عندنا مقياس رسم الخريطة 1/100,000، معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل 1 سنتي على الخريطة هيساوي على الطبيعة 100,000 سنتيمتر، يعني كيلو. وأنواع مقياس الرسم 3 أنواع: مقياس رسم كتابي، ومقياس رسم بياني، ومقياس رسم خطي. مقياس رسم كتابي، ومقياس رسم خطي، ومقياس رسم بياني. طيب، استخدام مقياس الرسم: يفيد مقياس الرسم في حساب طول أي مسافة على الطبيعة من خلال المسافة بين نقطتين على الخريطة. يعني إذا كانت المسافة، مثلا لو خدنا مثال، إذا كانت المسافة ما بين مدينة على الخريطة، إذا كان المسافة بين مدينتين على الخريطة 20 سنتيمتر، وكان مقياس الرسم مثلا 1/1,000,000، فهنحسب بقى المسافة بين المدينتين على الطبيعة. في البداية طبعا هحول 100 مليون سنتي إلى كيلوات. كيلو إلى 100 المليون سنتي إلى كيلومتر. خلاص، فهقسم طبعا على 100,000، فيطلع لي في النهاية 10 كيلو. يبقى هقول مليون على 100,000 يساوي 10 كيلو. يبقى أعرف من كده إيه؟ اللي كل 1 كيلومتر يساوي 1000 متر. فإن المسافة بتساوي 20 في 10 بتساوي 200 كيلو متر. طيب، بعد كده بنروح على احداثيات الخريطة. احداثيات الخريطة هي خطوط الطول ودوائر العرض المرسومة على الخريطة، وتكون موجودة على الجوانب الداخلية للخريطة، وتساعد في تحديد الموقع الفلكي في من خلال تقاطع دوائر العرض وخطوط الطول، وتحديد المناخ من خلال دوائر العرض، وتحديد التوقيت من خلال خطوط الطول. بالنسبة لاتجاه الشمال، هو عبارة عن سهم يشير إلى اتجاه الشمال الجغرافي للخريطة ويساعد في توجيه الخريطة. أما إطار الخريطة هو الحد الذي تنتهي عنده جميع تفاصيل الخريطة دون أن تتجاوزه، ويضم داخله جميع محتويات الخريطة، ويمكن اختيار شكل خط الإطار وسمكه ليعطوا شكلا جماليا للخريطة. أما أخيرا مصدر الخريطة، فمصدر الخريطة يكتب عادة في الركن السفلي الأيمن من الخريطة، ويضم الجهة أو الشخص الذي رسم الخريطة وتاريخ الرسم. بعد كده بنروح على تصنيف الخريطة. تصنيف الخريطة، طبعا الخرائط بتتنوع، فتصنيف الخريطة ينقسم أو تقسم الخرائط طبقا للغرض أو موضوع الخريطة ومقياس الرسم، على حسب الغرض وعلى حسب مقياس الرسم. فمثلا على حسب الغرض أو موضوع الخريطة هلاقي فيه الخرائط الطبوغرافية، الخرائط التضاريسية، الخرائط الجيولوجية، خرائط الطقس والمناخ،
خرائط النبات، خرائط السكان، الخرائط الاقتصادية. أما تبعا لمقياس الرسم فهلاقي عندي خرائط المقياس الكبير، خرائط المقياس المتوسط، خرائط المقياس الصغير. هنبدأ أولا بتقسيم الخرائط حسب الغرض منها أو الموضوع منها موضوعها. يبقى عرفنا بعد كده ان الخرائط بتقسم طبعا للغرض او موضوع الخريطه، وعرفنا في عندي خرائط طبوغرافيه، الخرائط التضاريسيه، الخرائط الجيولوجيه، خرائط الطقس، خرائط النبات، خرائط السكان، الخرائط الاقتصاديه. طيب عايزين نتعرف اكتر على مقياس الرسم، الخرائط المقياس الكبير، الخرائط المقياس المتوسط، والخرائط المقياس الصغير. فلاقي ان الخرائط المقياس الكبير هي الخرائط التفصيليه. الخرائط التفصيلية ترسم بمقياس رسم 1:500، أي أن كل 1 سنتي على الخريطة يساوي 5 أمتار على الطبيعة. وطبعا بتوضح مواقع المدن والمنشآت العامة والمباني والبيوت والشوارع وغيرها. خلاص. من أمثلتها طبعا خرائط فك الزمام في مصر، وترسم بمقياس رسم 1:2500 متر، وهدفها طبعا تحديد الملكيات الزراعية. دي بالنسبة لمقياس الرسم الكبير. طيب بالنسبة لمقياس الرسم المتوسط تضم معظم الخرائط الطبوغرافية من مقياس رسم 1:25,000 أو 1:50,000 أو 1:100,000، وتظهر كثير من التفاصيل وإن كانت أقل من الخرائط التفصيلية اللي هي مقياس الرسم الكبير. أما مقياس الرسم الصغير طبعا ترسم بمقياس رسم 1:1,000,000 أو أصغر، وتضم الخرائط العالمية أو المليونية أو الخرائط الأطالس أو الخرائط الحائطية والخرائط التي توضع بالكتب اللي هي عندكم، زي طبعا قارات العالم وقارة أفريقيا وقارة أمريكا الشمالية والكلام ده كله. خلاص. يبقى دوت كده الخريطة في حياتنا. عرفنا أهمية الخريطة. كان في الدرس بتاعنا النهاردة بعض المفاهيم المهمة، زي التعريف. كلمة خريطة هي تمثيل لظواهر طبيعية أو بشرية أو كليهما على سطح الأرض أو جزء منه على سطح مستوي بمقياس رسم معين أو برموز وألوان. مفتاح الخريطة هو دليل يضم المصطلحات والرموز التي تمثل جميع الظواهر الجغرافية والمرسومة على الخريطة. مقياس الرسم هو النسبة بين الأبعاد الخطية على الخريطة وما تمثلها هذه الأبعاد على الطبيعة. بكده نكون انتهينا من جزء الخريطة من جزء شرح درس الخريطة في حياتنا. أرجو أن انتم تكونوا استفدتم. أي حد عنده أي تعليق، أي سؤال، أي حاجة، ممكن يسيب التعليق بتاعه أسفل الفيديو. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.